فيديو النهاردة هنعمل فيه السينامون، وان شاء الله جربوه ويعجبكم، وما تنسوش شير ولايك وسبسكرايب للقناة بتاعتي. اول حاجة هنبتدي بيها كوب حليب دافئ، هنحط عليه ربع كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة، ربع كوب سكر، 5 جرام خميرة فورية. هنقلبهم مع بعض ونسيبهم 5 دقايق لحد ما الخميرة تشتغل. بعد كده هنجيب 2 كوب دقيق وهنعمل فراغ فيها في النص، ونحط عليها الخليط بتاع الخميرة بعد ما اشتغلت. بعد كده هنقلبهم لحد ما يمتزجوا مع بعض كويس. بعد كده هنغطيها ونسيبها ترتاح ساعة. بعد الساعة هنزود عليها تلت كوب دقيق، عليه نص معلقة صغيرة ملح متقلب عليها، ونقلبها مع بعض، وهتبقى عجينة متماسكة معانا وما بتلزقش في ايدينا. هنفردها على السطح بتاعنا ونرش تحتيها دقيق. بعد كده نفردها ونحط عليها زبدة، ربع كوب زبدة، وبعد كده نرش عليها سكر بني وقرفة، يعني تقريبا ربع كوباية سكر بني، وعليها معلقتين قرفة كبار، ونبتدي نلفها رول. بعد كده هنقطعها زي ما احنا شايفين كده. نحاول يبقى الحجم قد بعضه على قد ما نقدر. بعد كده هنحطها في صينية ونسيبها ترتاح نص ساعة، نغطيها ونسيبها ترتاح نص ساعة. نلاحظ ان الحجم بتاعها هيزيد. بعد كده نحطها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 25 دقيقة. ده هنا الصوص بتاعها عبارة عن معلقة كبيرة زبدة، عليها 2 معلقة لبن متقلب فيهم معلقة فانيليا، 100 جرام جبنة كريمي، نص كوب سكر بودر، ويتقلبوا معاهم. ان شاء الله جربوه ويعجبكم، وبالهنا والشفا.